يا اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ عايزه اناقش معاكم النهارده بحث اتعمل غرضه ان هو يقيس اثر المشاعر السلبيه على حاجه اسمها ساعه الشيخوخه في الجسم. ساعه الشيخوخه دي موديل اتعمل علشان يقيس عمر صحه الانسان بعيدا عن صحته في البطاقه. ملناش دعوه بصحتك في البطاقه، عايزين نشوف جسمك البرفورمانس بتاعه او اداؤه من ناحيه الصحه عامل ازاي. فبداوا جابوا عينه مجموعه من البشر وثبتوا كل العوامل بتاعتهم، وما كانوش بيعانوا غير من حاجه واحده الا وهي مشاعر السلبيه، زي الاحساس بالوحده الشديد، الحزن العميق، احساس بالدونيه، الاحساس بفقدان الامل. وبقيه العوامل التانية كلها ثابته، زي مستواهم الاجتماعي ومستواهم المادي والاكل الصحي الى خلافه. وجدوا من القياسات والميثودولوجي اللي طبقوها انه النتائج بتقول انه المجموعه دي بتعاني من سن اعلى من سنها في البطاقه، سن صحتها وساعه شيخوخه عندها اعلى من سنها في البطاقه بمقدار 1.5 سنة. بداوا بقى يشوفوا طب تداخل عوامل تانية، زي مثلا الاكل اللي مش صحي او التدخين او الظروف الاجتماعيه او اخره. وجدوا مثلا انه اجتماع المشاعر السلبيه مع شخص مدخن ممكن يزود ساعه شيخوخه بتاعته في جسمه، انه صحته تبقى اكبر من سنه بمقدار من 3.5 سنين ل5 سنين. ووجدوا بحث تاني انه السيدات اللي بتعاني من مشاعر سلبيه عنيفه وضغوط نفسيه عنيفه ممكن يوصلهم لحاله سن اليأس بدري. وده سبب ان انا بناقش معاكم البحث النهارده. الفتره اللي فاتت حالات كتير للاسف من بنات وسيدات في اواخر ال30 وفي اوائل ال40 جايين باعراض سن يأس، مخزون بويضات قليل، وكل الدكاتره بيقولوا يا جماعه الاعراض اللي عندكم دي اعراض كذا وكذا وكذا، والتحليلات ان هم في سن يأس خلاص، ومخزون بويضات قليل، ولخبطه عنيفه جدا في الهرمونات، والسبب سبب نفسي. يعني اتعاملوا مع الضغوط اللي انتوا بتمروا بيها. الضغط العصبي بيأثر على كل حاجه في جسمنا، بيأثر المشاعر السلبيه، بتأثر على نظام الهرموني في جسمنا، بتأثر على جهازنا العصبي، بتأثر على جهازنا المناعي، عدم قدرتنا على التعامل مع مشاعرنا بشكل سليم. والضغوط ما بتخلصش والحاجات ما بتنتهيش. لكن وجدوا بقى ايه اللي ممكن يوصل للمرحله العنيفه دي، زي انه امراض بتظهر قبل ميعادها، واعراض زي سن اليأس، زي مثلا السكر، الضغط اللي بقوا بيجوا للشباب في العشرينات، زي الذبحات الصدريه والازمات القلبيه اللي بتيجي للرجاله، حد بيقع من طوله فجاه وهو شاب 35، احتراق نفسي واحتراق وظيفي. كل ده ليه؟ بسبب ان احنا مش بنعرف نتعامل مع مشاعرنا بشكل سليم وحقيقي، لانه الحاجات فعلا ما بتخلصش. المهم وجدوا انه واحده بالذات في موضوع سن اليأس لقوا انه عاملين رئيسيين بيخلي السيدات تخش في حاله انقطاع الدوره بدري. اول حاجه الصوره الذاتيه بتاعتها. يعني ايه الصوره الذاتيه؟ انا شايفه نفسي مين وعندي كام سنه، صورتي في دماغي عن نفسي. أنا شايفة نفسي من وأنا صغيرة، من وأنا في أوائل ال20 بقوم بأدوار مين؟ الأم، بأدوار الناس الكبيرة، مسؤولة، بقوم بأدوار رجالة في حياتي، وده بيحصل كتير. أنا بقوم بدور الراجل ودور الست، بدور أمي وبدور أبويا، أنا أكبر إخواتي، أنا وشايل أنا وولادي، أنا سنجل مام، أنا مش خلاص أنا شايلة ليلة كبيرة. الأب شايل أهله، شايل بيته، شايل شغله، شايل كل الحاجات دي مش بتخلص. لكن في الاخر داخله في صوره ذاتيه في دماغك عن نفسك، عندك كام سنه جواك، انت شايف بقى جواك عندك كام سنه، لان الصوره دي هي اللي بتؤثر على شكل صحتك، لان جسمك بيتعامل بناء على الصوره دي. مش انا عندي كام سنه في البطاقه، لا، انا شايف ان انا عندي كام سنه بالحمل اللي انا شايله. الحاجة التانية في انه انا ما عنديش ادوات انظم بيها مشاعري خالص، ولا اتعامل مع الضغوط ما بتخلصش، وهنفضل نخرج من نقرة لدحضيرة ومن مشاكل لمشاكل. هي الحياة كده، هي دار اختبار. لكن هي الفكرة ان انا كوباية عمالة تتملي مع سنين العمر وما بخرجش ده. ادوات بسيطة دايما بنصح بيها. اول حاجة اتنفس كويس، اعمل دقيقتين الصبح ودقيقتين بالليل قبل ما تنام، انت مش مركز في حاجة مع حياتك غير التنفس، انك تتنفس بشكل عميق وتاخد نفس كويس قوي قوي قوي، تحس بيه، تحس بسقعيته.
تحس برئتك وهي بتتملي، تحس بنفسك وانت بتخرجه. معاك دقيقتين الصبح وبالليل ما بتعملش حاجة غير ان انت مركز على الشهيق والزفير بتاعك. تاني حاجة بشكل يومي خليها عادة في يومك، ان انت تكتبي او ان انت تكتب كل اللي انت حسيت بيه في اليوم من مشاعر. انا اتضايقت، انا غضبت، انا حسيت بكذا، انا شفت نفسي كذا النهارده. بعد اي موقف يضايقك او اي موقف يضايقك، موقف ضاغط في اخر اليوم، من 5 ل10 دقايق كتابة بفرغ واخرج كل اللي انا حسيت بيه على ورقة. حسيت بايه، شفت نفسي ازاي، جسمي كان عامل ازاي، اتصرفت ازاي، وصلني منهم ايه، الدنيا عاملة ازاي. اكتب، خرج لحد ما تحس ان اللي جواك كله خرج. ده بيساعد على الانفصال عن المشاعر دي. بقت برايا خاضعة للتقييم بعد شوية، لكن جوايا وانا اللي شايلها وشايل الحمل ده عليا، شنطة مليانة طوب، لا، انا همسك ورقة وقلم وانزلها واخرجها. التزم بده بشكل دائم، روتين يومي في حياتك. وانت بتكتب الحاجات دي ما تقعدش تقيمها ولا تحكم عليها، اقبلها واقبل انك بتخرجها عشان ما تأثرش عليك وعلى صحتك. صورتك الذاتية، انت شايف او انت شايفة انت عندك كام سنة؟ شكل صورتك هو اللي بيحدد عمرك وعمر صحتك. شكل صورتك هو اللي بيقول شعرك الابيض وشعرك الابيض والتجاعيد وظهري المحني وصحتي وجسمي مش قادر يقوم من على السرير، وبقيت حاسس ان انا جهازي العصبي وجهازي والبدني كله مش قادر يتفاعل بسنه الحقيقي. ربنا يديم عليكم الصحة والعافية. الخطوات بسيطة، لو التزمنا بيها هتشوفوا فرق كبير في حياتكم بإذن الله. نشوفكم على ألف خير.